رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. ارزقنا يا رب. يا اسطى عرفان. ارزقنا يا كريم. أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملخص فيلم جديد. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام. بيبدأ الفيلم وبطلنا أشوف بيستعد للحرب، وفعلا قامت الحرب وجنوده عددهم قليل، وطلب إمدادات محدش جابها، لكن قدر يهزمهم ومسك القائد بتاعهم علمه الأدب واداله فين يوجعك، وفعلا خلص عليه ورجع المملكة منتصر، وكل الناس بتهتف باسمه أشوك أشوك يا كواكسة أشوك. لكن أخوه سوسيما بيقول لهم إزاي أشوك كسب وإحنا بعتناش له تعزيزات؟ إيه اللي حصل ده؟ لازم نخلص منه. وأشوك هنا في النهر غطس تحت المية وفي واحد عايز يقتله، لكن أشوك طلع من وراه وبغته ومسكه بيخنوه عشان يعرف مين اللي بعته، لكن أخوه صغيرته ضربه بالسهم. الله يخرب بيتك. أشوك راح لمامته، ومامته زعلانة جدا عشان خايفة عليه إن هما يقتلوه، لأنهم حاولوا كتير يقتلوه. وقعد يهزر معاها وراح لإخواته وعارف إن هما دول اللي عايزين يقتلوه فعلا. سلم عليهم وعامل نفسه من بانها، وقعد على العرش وقال لهم العرش ده عايز قلب ميت اللي هو قلبي. زغاطرة قال له قوم من مكانك، مسكه قال له نتقابل بكرة يا باشا في الحلبة، واللي يقتل التاني ياخد العرش. أبوه زعلان جدا من اللي حاصل وقال لأمه لازم تمنع ابنك إنه يقتل أخوه بأي شكل من الأشكال. وأمه التزمت الصمت وما بتتكلمش. ده صيام الصمت ولا إيه؟ وعايز ابنها يمشي من مكان ويروح قرية تانية ما يعرفش حد إن هو مالك. فعلا طلع أشوك من المملكة بتاعته وجري قاعد في مكان لوحده، وبيكلم الحصان بتاعه بوان، بيقول له يا بوان احنا نقعد في وسط الشعب محدش يعرف عننا حاجة. بيبص الصبح لقى القطة دي اسمها كروكي، ساعة ما شافها عينيه زاغت، وهي بتبص له بتقول له تقول بعينيك؟ قال لها لا انا معجب بيكي، اسمك ايه؟ قال لها بوان. مرضيش يقول لها على الحقيقة. قالت له عندك يا ريس، وفعلا وقفته على حدوده. وده فيرات بيلعب ريست مع الناس وبيكسبهم. جاله أشوك بقى قال له انا هلعبك وهكسبك، قال له بص هناك، وقام جاي كسبانه. لعبة جهنمية، رايح يحلب البقرة لقى كروكي جاية عليه ومتخفية، قالت له عايزة لبن، عمال يعاكس فيها ومش همه حاجة. دي ناس بتطاردها، سابت المكان وجريت بتهرب منهم، حصروها جايين يرموها في النهر. جه أشوك وقف يد عندك انت وهو، قام جاي شداه ونط بيه في النهر وهربوا. نزل في النهر انقذها لانها ما بتعرفش تعوم، وفعلا قدر ينقذها. بتحكي له قصتها ان هي ملكة. جه واحد من وراه خبط والحارس بتاعها على دماغه وعايز يقتله، قالت له اياك تقرب منه. ليه؟ قال لها، قالت له ده هو ده اللي انقذني. الواد الصغير ده اسمه اريا، ده الملك. الطفل ده اريا الملك، وده الحارس الشخصي بتاعه. الواد اريا عمال يتذكر هو واخته عمالين يلعبوا ويهزروا وهو في المملكة بتاعتهم، لكن ابوه وامه ماتوا، الاعداء خلصوا عليهم. وده الحارس الخاص بتاعه اللي خده وهرب بيه عشان يحميه من القتل ومن الاغتيال. ورئيس الوزراء هو اللي بيدبر كل المصايب السوداء دي عشان يخلص عليه. قال لهم لازم تجيبوهم وتخلصوا عليهم. وهنا المعلمة كروكي عدمها أشوك، والدنيا حلوت كده ليه؟ والدنيا قاست يا باشا. وراح الواد أريا الطفل وبدأوا يتعرفوا على بعض ويحبوا بعضيهم، والدنيا قاست يا باشا. أشوك زعلان إن البيت كروكي مشي، زعلان جدا عشان مش عارف طريقة. هما ماشيين لقوا ناس من المملكة عايزين يقتلوهم، هجموا عليهم والحارس بتاعهم بيقابل الناس، قعد يضرب في الجنود ويخلص عليهم ويجري وراهم. البت كروكي مع أريا ماشيين لوحدهم مرعوبة، هجموا عليهم عشان يخلصوا عليهم. لقوا قلادة الملك، قالوا انت الملك أريا لازم نخلص عليك. جايين يضربوه بالسيف، لقوا أشوك ظهر، استعمل بقى معاهم مهاراته اللي انتوا عارفينها لانه فارس همام، خلص عليهم. وكروكي مش مصدقه ومزبهله عماله تبص له بصات لولبيه. هنا الحارس بيقول له انت اتعلمت ده فين؟ قال له اصل انا جندي في الجيش. ما تقلقش يا جميل، رئيس الوزراء هنا هيتجنن منهم عشان ما قدروش يجيبوا الواد اريا ويخلصوا عليه. وهنا المعلم اشوك بيعترف للبنت كروكي بيقول لها انا بحبك، قالت له وانا كمان يا صغنن. ودبت بينهم العلاقة. وجاي الواد الحارس بيقول لها انت ازاي تحب جندي؟ قالت له ما تنساش نفسك، انت جندي عندي وحارس. قال لها لا ما تنسيش انت نفسك،
انت مش ملكة ولا حاجة، ده هم لقوكي والملك خدك رباكي. زعلت وقعدت تعيط وحزينة ومتنيلة ب60 نيلة. راح لها أشك طبعا هتحكي له على كل حاجة، مفيش ست بتعيش مع سر أبدا. قالت له كل حاجة. قال لها ولا يهمك يا قطة، أنا هفضل معاكي طول العمر، مش هتخلى عنك وهتجوزك. وفعلا بيعمل مراسم الجواز واتجوز البيت. وهنا هم مبسوطين جدا من القصة اللي بتحصل. جاله مرسال من المملكة بتاعتهم، عمل نفسه جندي بيوطي قدامه، قال له الحق أمك بتموت، الملكة بتموت لازم تلحقها. قالت له ما تقلقش يا اشك، روح يا حبيبي. لا مش اشك بقى، بتقول له يا بوان، يعني متجوزاه على اساس ان هو بوان. خد بعضه وراح المملكه عشان يلحق امه. لا امه بتضحك عليه وهي كويسه، وقالت له انا بضحك عليك. قعد يهزر معاه وقال لها يا امي انا اتجوزت وعايز اعرفك بعروستي. وقال لاخواته انا مش عايز العرش، الله يسهل لكم. وراح لابوه قال له ازيك يا والدي. قال له بقول لك ايه، في مملكه عايزين نغزوها لانهم هما اتجبروا علينا وعملوا معانا مشاكل. قال له ازاي يا والدي؟ قال له لازم تنفذ الامر. وهنا المعلمه كروكي مستنياه. مرجعش المعلم اشك لحد دلوقتي، وهو الواد ده الحارس خدهم وخباهم في وسط الناس، وراح لرئيس الوزراء عشان يعرفوا مكانهم. وهو ماشي اتعرض للخيانة وخبطوه وضربوه. وراحوا القرية فعلا عشان يقبضوا على البت كروكي والواد آريا الملك الصغير. قعدوا يجروا ويهربوا، ونطوا في مكان في فتحة كده زي البير. البت كروكي خبطت الحارس ونزلت فعلا، قابلتها واحدة وخدت منها الخلخال وقلادة الملك، وطلعت قالت لهم أنا كروكي وده الملك قتلوهم عشان كروكي تقدر تهرب هي وآريا الملك بتاعهم. رجع أشك المكان، قال له فين يا عم كروكي؟ قال له ده الخلخال بتاعها وقلادة الملك دي ماتت. وجابوا الست اللي كان ترابها من الحريق، قعد يحط التراب على دماغه وزعلان وحزين وحالته بالبلة الأزرق، معذور فعلا. دي هنا فيراد اللي كان بيلعبها بالريست، قعد يضرب فيه ويخلص عليه ويمسكوا في بعض، لكن للأسف مسكوه عشان يقتلوه الحراس. قال لهم سيبوه ما تعملوش فيه حاجة، وأنقذه من الموت. قال له أنا هعيش لك خدام طول العمر يا باشا، سامحني سامحني سامحني. وفعلا غزا معاه الدنيا كلها، وكان معاه في كل الحروب، وقدر يحميه وقدر يظبط له الدنيا وأنقذه من الموت كم مرة. دي واحدة منهم، لأن أشك فعلا منهار من ساعة ما البت كروكي دي ماتت. هو فعلا مصاب وخدوا المعبد عشان يعالجه. ودي الموزة اللذيذة راح تتجوز هي هنا دلوقتي في العرس بتاعها، البت الأمورة دي. واخواته بيقولوا لازم نخلص عليه قبل ما يفوق. بعتوا واحدة عشان تقتله، دي جريت البت وأنقذته، وفعلا أنقذته من الموت، لكن إيدها جه في دم، مسكت البت قتلتها وسرقت وطلعت لهم هي وأشك، لكن في ايديها فيها دم. الواد قال لهم مش هتجوزها أبدا، دي بنت خاينة، وسابها فعلا وما اتجوزهاش. أشك زعلان جدا عليها، قال لها أنا اللي هتجوزك، وفعلا اتجوزها عشان ينقذها من الفضيحة. والمعلمة كروكي هي والواد آريا دايخين بلاد الله الخلق الله بيسألوا على بوان، ومحدش طبعا يعرف جندي اسمه بوان خالص. الدنيا هاصت، والواد قدر يرجع لهم الحارس بتاعهم وخد الملك آريا وقال لها تعال معايا. لكن أشك ساعتها كان ماشي، بس هي ما شافتوش للأسف، ما قدرتش تقصر عليه. وهنا ابوه زعلان منه عشان اتجوز واحدة بوذية البت ديفي، قال له روح مملكة تانية غير دي. وهنا آريا الواد قدر رجع المملكة، وعرف ان رئيس الوزراء هو اللي عمل كل الخداع ده، وقتلوه وخلصوا عليه. ورجعت كروكي وآريا المملكة بتاعتها، ومستنية انها تشوف أشك بأي شكل. وأشك هنا عمال يضرب في الناس ويعذب فيهم، دماغه خلاص فوتت. هنا ديفي قالت له هات ايدك كده انا حامل. اتبسط جدا وقال لها ابنه هيطلع محارب وهيغزو العالم، لازم كله يعمل له احترام. وهنا ابوهم زعلان وتعبان ومرضان، وهم اخواته عايزين يخلصوا عليه بأي شكل. وهنا أمه راحت البيت دي مبسوطة منها عشان حامل. دخل الكاهن عليها وماسك خنجر، وفعلا قدر يخلص عليها، خبطها بالخنجر وأصابها ووقعها. دي شافته وقالت لأشك اتجنن، وراح لأمه جاري وقال لها ايه اللي حصل، أرجوكي بصيلي. لكن للأسف فرقت الحياة، وهنا ماتت. والمعلم بقى اتجنن وقرر ان هو يخلص على اخواته وعلى كل المملكة، وراح لاخوه بيقول له بارزني، قام جاي اخوه رامي السيف على الارض عشان ما يقتلوش. بيخدعه بيقول له كان لازم اعمل كده غصب عني عشان المملكة ما تروحش مننا.
وهنا بيخدعوا ويخبطوا بالخنجر، قام جاي الواد فيرات خبطه بالسهم خلص عليه. الرمح جه في قلبه، قال له بقول لك اقتل اخواته كلهم، وقتلوهم ما عدا الواد سغاطرة. جري 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 وراح مملكة كالينغا. كالينغا دي اللي فيها مين؟ اللي فيها الواد آريا والبت كروكي. راح لهم كلاجئ سياسي او كلاجئ حرب، قال لهم ارحموني انا اعتبروني حتى اسير. هنا اشوك عرف انا لازم اروح اخلص عليهم كلهم، المملكة باللي فيها هم اللي قتلوا كروكي. ما هو بيحسبها ماتت يا اخوانا، وفعلا خد الجيش وراح عشان يخلص عليهم. قام المعلم اشوك عرف باللي هو بيعمله. المعلم اشوك عمال يخلص في الناس، عرف الواد الحارس بتاع كروك الكلام ده وبتاع اريا، قال لازم اروح اخلص عليه. جاي هيقتله كده، بيبص لقى المعلم بيغسل وشه، ووش بان، عرف ان هو اشوك. وهنا مسكوا ببعضهم هو والحارس بتاعه، واتخبط بالسهم والرمح في ظهره، وخد الرمح وطار. راح الواد سغاطرة عشان يقتل اخوه اشوك. اشوك مسكه قال له تعال حبيبي انت جيت لقضاك، وخبطه خلص عليه، وكده خلص على اخواته كلهم الخونة. راحت كروكي بتبص على الواد الحارس، ما قالهاش لسه مين القاتل ومين اللي فيهم، وقالت لازم اخلص الدنيا كلها من اللي عملوا فينا كده، من الزعيم بتاعهم اللي اسمه اشوك. ما متعرفش بقى ان هو بوان. وفعلا هنا قامت الدنيا، والواد فيرات بيقول له بطل تعمل كده، بطل ظلم في الناس وقتل في الناس. حاربوا بعض لكن اشوك مرضيش يقتله عشان صاحبه انقذه قبل كده من الموت. وقامت الحرب بين اشوك وكروكي، وهم ما يعرفوش ان هم بيحاربوا بعضيهم. اتجمعوا كلهم على بعضهم عشان يخلصوا على بعض، واشوك شغال نار نار نار. شافته كروكي مش مصدقه ان هو قدامها، معقول ده يكون اشوك؟ عماله تقول له بوان بوان، والمعلم مش سامع لان هو اسمه اشوك ومش دريان بحاله. اتخبطت المعلمه وسرقت، والمعلم اشوك طايح في الناس كلها. هنا راحوا قالوا له الحق كروكي ماتت، الواد اريا الصغير. قال لازم نخلص عليهم، عمالين يرموا السهام عشان يخلصوا على المملكة باللي فيها. والمعلم أشوك هنا فرحان جدا بالنصر، وخد الأسرى كلهم عشان يخلص عليهم. هو قاعد بقى كده، أشوك سمع الناس بتتكلم على جواد الأميرة كروكي، مش مصدق ان هي عايشة. راح جري يدور عليها في وسط الناس اللي في الأسرة، لا فعلا متشرفطة وقدامه. قالت له انت قتلت اهلي وقابلت، قال لها اقسم بالله ما اعرف، انا كنت بحلوم عشان بحسبهم قتلوكي. وقعد قدامها حزين البرد عمال يتأسف لها. راحت في حضنه وجالهم اريا، قال لهم خلاص احنا قدرنا نخلص على الاعداء. قال له ما تقلقش انا هنقذ لك الدنيا كلها. لكن للاسف لا، وقعوا في ظهره 4 سهام. جريوا عليه زي المجانين مش مصدقين ان هو مات، عمالين يبكوا هما الاتنين عليه. وهنا اشوك زعل جدا جدا من اللي حصل ده، بس كان غصب عنه يا جماعه، الله يسامحه بقى. ودي كانت نهايه الفيلم. ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في امان الله. باي يا بشر.